الوقفة الثانية مع الكلمة الثانية: لعن الله من لعن والديه. وهل يلعن الرجل والديه؟ نعم، قد يلعن الرجل والديه، إما بالمباشرة وإما بالتسبب. إما بالمباشرة أي يباشرهما بالسب واللعن، وهذا قد يحدث من بعض الأبناء المجرمين. نعم، مجرم يكيل لأبيه وأمه السباب والشتائم ويلعنهما مباشرة، بل بعضهم قد يضربهما وبعضهم قد يقتلهما. نعوذ بالله، نعوذ بالله من هذا العقوق وهذا الإجرام. وهكذا قد لا يباشرهما بالسب واللعن، ولكن يكون متسببا في لعنهما وسبهما. كيف ذلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من الكبائر شتم الرجل لوالديه. قالوا: وكيف يشتم الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه، فيتسبب في سب أبيه وأمه عندما يسب آباء الناس وأمهاتهم. فنسب اللعن له مع أنه ليس بمباشر، لكن نزل منزلة المباشر. وبعض الشباب يحيي بعضهم بعضا بالسب والشتم للوالدين، فإذا لقيه لا يبدأ بالسلام، وإنما يبدأ بسب أبيه وأمه على سبيل التحية والضحك والمزاح، وإلى الله المشتكى. وتأمل في أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالإساءة، بتحريم الإساءة إلى الوالدين بعد تحريم الذبح لغير الله، بعد الإساءة أو النهي عن الإساءة لله تبارك وتعالى بالتقرب بالذبح لغيره. هكذا دائما يقرن ربنا جل وعلا حق الوالدين بحقه سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا.